السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم معنا وحلقة جديدة من صوت الناس. في هذه الحلقة لدينا الكثير من الفقرات، والبرنامج من خلال كاميرات القناة القاهرة بيصور موضوعات كثيرة في أماكن مختلفة، مناطق عشوائية ومناطق راقية أيضا. بنحاول نحل المشكلات من خلال برنامج صوت الناس. عندنا أكثر من فقرة وفقرات مهمة جدا، يا ريت تتابعونا. ومعانا زميلنا الأستاذ محمد حسنين. برحب بك معايا يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا جمال، واهلا بالساده المشاهدين. النهارده معانا حضرتك فقره قضيه، يعني بدايه ان شاء الله بدايه الحلقه. هي فقره مؤثره شويه، هي مقتل موظف سنه 47 سنه. قضيه اهتز لها الشارع الأليوبي، تحديدا في منطقه شبرا الخيمه، اسم اول شبرا الخيمه. قضيه غريبه جدا، قضيه اهتز لها الشارع، قضيه بعيده عن المشاعر والأحاسيس الإنسانية، قضية بيرفضها الأعراف والأديان، وهي قضية مقتل زوج، يعني راجل سنه 47 عام ودبر لمقتله مراته وأولاده الثلاثة باشتراك مع زوج بنتهم. الشارع الأليوبي يعني متأثر جدا بالقضية الفترة اللي فاتت، وكانت قضية رأي عام في محافظة القليوبية، وكان في جهود كبيرة للشرطة في القضية دي. والله يا أستاذ جمال الشرطة كان ليها جهود عشان حل اللغز ده. الشرطه قامت بمجهود غير عادي لحل اللغز ده. احنا الاول حضرتك لو قلنا بنسمع ان اب اتبرع بكده لابنه، او ابن اتبرع لكده لابوه، ولكن نسمع او نشوف ان زوجه وبناتها الاثنين وابنها وجوز بنتها يدبروا لقتل رب الاسره، دي جديده. الأسباب هنعرفها خلال الفقرة الأولى، لكن عندنا فقرة تانية النهاردة هنقدمها برضو عن العشوائيات منطقة دار السلام. كاميرا البرنامج كانت هناك بترصد الواقع، بتحاول ان هي تشوف المشاكل الموجودة في منطقة دار السلام وايه الحلول المتوقعة، وهيبقى فيه ان شاء الله رد من نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية. عندنا الفقرة المميزة في البرنامج وهي فقرة الأتوبيس. زميلنا محمد حسنين في الأتوبيس هيتجول مع الناس في شوارع القاهرة ويعرف ايه المشاكل، وايضا رأي الناس في هذه المشاكل وكيفية حل هذه المشاكل. نطلع فاصل. كنا سيادتك الاول قبل ما نطلع فاصل كنا عايزين نوضح للساده المشاهدين مقتل اسامه موريس ده ما كانش يعني حددوا له قتلوه مره واحده، ولكن الزوجه والاولاد البنتين والابن اصروا على مقتله اكتر من 4 مرات. يعني حاولوا، كان في تكرار المحاولة أكتر من مرة. حضرتك حاولوا يقتلوه مرة بالسم، مرة ضربوا أجروا حد ضرب عليه نار في الشارع، المرة الرابعة الثالثة ادوا له حقنة هواء، المرة الرابعة أجروا عليه ناس، الزوجة أجرت ناس اتفقت معاهم على 50,000 ويطلعوا يموتوه في سريره، ودي كانت اخر. انت متاثر قوي بالقضيه دي يا محمد؟ دي قضيه مؤثره جدا يعني. الشارع الأليوبي كله اتاثر بيها، يعني كانت حاجه. طب انا عاوز اشوفها بقى. اتفضل يا فندم. طب نطلع فاصل. اتفضل يا فندم. فاصل ثم نعود اليكم ونستكمل باقي الفقرات ونشاهد هذه الفقره الهامه اللي صورنا زميلنا محمد حسنين في شبرا الخيمه. فاصل ثم نعود اليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. زي ما بنقول الفقره القادمه فقره هامه جدا. الهدف منها من خلال صوت الناس ان احنا بنقول ده واقع موجود في المجتمع، بيحصل جرائم، هذه الجرائم قد لا يصدقها عقل. احنا يعني بنشوف جرائم كثيره، مشاجرات، بنشوف جرائم ناس ما يعرفوش بعض، لكن نتيجة سرقة، محاولة قتل من أجل الطار أو غير ذلك، لكن جرائم داخل الأسرة ده الجديد في هذه الإصرار على مقتل الزوج ده كان حاجة بشعة جدا من الزوجة، إصرار على مقتله لأكثر 4 مرات، وهي كانت بتبيع دهبها عشان توفر فلوس للقتلة. يعني هي بتبيع دهبها
علشان تجهز للقتله يقتلوه ازاي. انت صورت مع مين في احنا سيادتك احنا صورنا في اسم اول شبرا يعني الخيمه. مش عاوز بالتفاصيل، صورت مع مين ومين ومين؟ هيك صورنا مع الزوجه وابنائها البنات وابنها اللي هو المدبرين الجريمه والمتهمين بالقتل اللي هم فعلا نفذوا الجريمه. ان حقيقه الجريمه دي كانت كان بتقسم جزئين، جزء كان من عقل مدبر اللي هي الزوجه مع ابنائها كانوا هم بيدبروا المحرض. اما المنفذ بقى اللي هم شباب صغير حضرتك تشوفهم في التقرير سنهم لا يتعدى ال 20 عام، وصورنا معاهم سيادتك وهم قاموا بالجريمه مقابل مال، مقابل كانوا متفقين على 50,000 جنيه مقابل ان يتخلصوا من الزوج. وساعتها احنا صورنا مع السيد العقيد. المكان ده فين حتى؟ في اسم اول شبرا الخيمه. في اسم اول شبرا الخيمه. وسيادتك المباحث قامت بدور قوي جدا ودور بارز وواضح، ونحب ننوه. الجريمه كشفت بسرعه لا ولا يا خدت وقت؟ خدت مجهود كبير. ان الزوجه اللي قامت بتنفيذ الجريمه كانت سيادتك ادت للمباحث اوصاف مختلفه تماما. يعني سعادتك هي مدبره ومتفقه مع الناس ولكن لما جم الجريمه كانت في نفس البيت ولا؟ في نفس البيت على سريره يا فندم. على سريره يعني حضرتك اجرت ناس موجوده على سريره. حضرتك المباحث لما تحريات المباحث بقت تديهم معلومات مضلله. هي عارفه الشخصين اللي هي مأجراهم معروفين، كانت بتقول لهم ده عنده علامه هنا في رقبته محروق، رجله مقوصه، بتديهم معلومات غريبه. لذلك المباحث يعني ما دخلش عليها الكلام اللي هو كان مصطنع منها. من اول يوم قالوا حسوا ان الجريمه مدبره. والسادة احنا سجلنا مع السيد العقيد جمال الدغيدي رئيس فرع البحث الجنائي، وقال القضيه بفضل ربنا كانت من اول يوم حاسين ان هي ما كانتش بمصدر زي ما هي قالت باتجاه السرقه، ولكن كانت مدبره. ان الزوج كان عنده 270,000 جنيه في البنك، وهي كانت عليها ديون لناس كتير، يعني سلوكها ما نعرفش فيه ايه. وكانت يعني المقتل عشان تصرف فلوسه من البنك عشان تتخلص منه. وهي اوهمت ولادها ان لما نخلص من بابا هنقدر يبقى معانا الفلوس، ان الفلوس طول ما في البنك بابا موجود مش هنقدر. انا دلوقتي لو زوجها عرف ان هي عليها فلوس لاشخاص بره هيبقى في خلافات بينهم. يعني نقدر نقول الجريمه الكامله غير موجوده، والانسان يعني دايما بيقع في اخطاء، والاخطاء دي بتكون قاتله ومميته. وطبعا يعني عرض هذه الجريمه وكيفيه اكتشافها مهم جدا ان احنا ندقق فيها على اساس ان احنا ناخد العظه، وايضا يعني عشان نحاول ان احنا نقيم علاقات وديه بين افراد الاسره، والمصارحه مهمه جدا. نشوف الفقره ديت، وهي الفقره يعني اكثر من جزء هنشوفه مع بعض، وبعد كده هنعود اليكم. عاوز تقول حاجه محمد؟ انت عارف يا استاذ جمال الغريب في القضيه دي ان الاسره باكملها تتفق على قتل رب الاسره، يعني الزوجه والبنتين والولد. الاسره جميعا يتفقوا على مقتل رب الاسره، حاجه يعني ما تخليهاش عقل. والشارع الايوبي يهتز له مشاعره، جريمه لا يصدقها عقل. نشوف ولا الاديان ولا الاعراف تتقبلها. نعم. نشوف القضيه وكيفيه تم حل اللغز. واحنا من صوت الناس بنقول ان الشرطه بتبذل مجهود كبير عشان تحل مشاكل الناس، وايضا تحافظ على الامن وتحل هذه القضايا الغامضه وهذا اللغز. نشاهد هذه الفقره ثم نعود اليكم لنستكمل باقي حلقه صوت الناس. ضرب عليه مرة نار عند كوبري عربي بس احنا ما كناش نعرف ليه. قلت لها ماما في الاخر متفقه معاهم على 100,000 جنيه. تكاسنا طريقين نار والباب اتقفل ورا. البندقية كانت عندنا. متهمين في قتل ابوه. انتوا قاعدين حرام عليكم.
القضية كانت في البلاغ الأولي إن كان في تبلغ لاسم أول شبرا خيمة بأن في سطو مسلح على أسرة بتسكن في الدور الخامس. راجل بيشتغل موظف في شركة الكهرباء، زوجة و3 أولاد. والبلاغ كان جاي إن في سطو مسلح وفي 3 أشخاص ملثمين اقتحموا الشقة مسلحين ببنادق آلي، وقاموا بتوثيق الأسرة بالكامل وتكميمهم، ثم قاموا عقب ذلك بقتل الزوج والاستيلاء على المبالغ المالية اللي كانت موجودة والذهب. اشرحي لنا ايه اللي انت متهمه بايه وانت موجوده هنا في القسم ليه؟ اشرحي لنا كده ملابسات القضيه. مفيش، هو في واحد دخل علينا كتفنا انا وولادي ودخل على جوزي بالسلاح وقتله، وما كانوش عارفين يمسكوا القتل. قتل جوزك ليه؟ مش عارفين، احنا بعد التحقيقات عرفنا ان هو اسمه محمد وهو فوق، وجابوا السلاح من البيت وجابوا البولات المسلوقه من عنده. اللي دخل القتل ده سرق حاجه من البيت؟ موبايلاتنا لقوها عنده والسلاح جابوها من بيته، بس هو الولد مش عايز يعترف. الولد مش عايز يعترف. هو مين؟ انت عرفتي مين؟ عرفت من التحقيقات ان اسمه محمد، بس محمد ايه معرفش. انت عرفتي من التحقيقات مين اللي قال لك ان هو اسمه محمد؟ في النيابه قالوا ان اسمه محمد. انا اسمي محمد، هم مسيحيين مع بعض، انا هقتل ليه؟ عشان 18,000 جنيه؟ لا، انا معايا بدل 18 معايا 100,000 جنيه من شغلي ومن تعبي. سنك 20 سنه معاك 100,000، 21 سنه معاك 100,000 جنيه؟ اشتغلت فيهم امتى وجبتهم امتى يا بوجي؟ عشان ما عندي عربيه. خطيب بنتك او جوز بنتك ايه علاقته بالموضوع؟ مفيش، هو واحد اتقدم لبنتي واحنا رفضناه، بس كان ابني بيكلمه بالليل، جابوه هنا وحبسوه. انت ايه اللي حصل بالظبط يا سمير؟ هو اتفقت معايا واتكلمت معايا كذا مرة، وانا استغربت ان هي بتتكلم معايا في موضوع زي ده. اتفقت معاك على ايه؟ ان هي عايزة تخلص من جوزها عشان هي عليها ديون كتير وعليها فلوس كتير يعني ايه تخلص من جوزها؟ جوزها دوت معاه فلوس كتير في البنك وكده، وهو ما كانش معيشهم ولا مهنيهم. هي كانت بتشتغل وتشقى عشان تأكل عيالها وتلبسهم. كان بيجي ساعة العيد مثلا ما بيديهاش فلوس، ما بيصرفش عليهم. كل يوم عايز أكل غير الأكل بتاع امبارح، مكانش بيصرف عليهم ولا يديهم فلوس. هو يجي من الشغل يلاقي أكل وخلاص، مكانش بيسأل منين ولا انت جبتي منين ولا انت عملتي ايه ولا سويتي ازاي. انت دورك ايه يا سمير في الجريمة؟ انا التنمية كانت عايزاني ان انا اجيب حد يخلص على جوزها بس. احنا عرفنا من التحقيقات ان اكتر من مرة انتوا حاولتوا تقتلوا الزوج، هو زوج حضرتك. لا، هو ضرب عليه مرة نار عند كوبري عربي، بس احنا ما كناش نعرف ليه. مرة أولى ما كنتش موجودة في البيت، ماما اتصلت بيا قالت لي باباك اتضرب بالنار. فين؟ معرفش، بس هو كان خايف علينا يقول لنا، فما حبش يعني يخضنا. فقال انا كنت في الشغل وكده وجات لي في مشوار وجاي، ما قالش اكتر من كده. بابا اصلا كان كتوم. سمير قبل كده ضربوا نار على بابا يوم 12/12/2013. ضرب على نار فين؟ انا رايح الشغل الصبح. المرة الثانية اللي كان بتحاول تقتل فيها او اللي حاولتوا تقتلوا فيها؟ احنا ما حناش نقتله. طيب تاني مرة، أول مرة كانت الطلق الناري. الموضوع التاني اللي هو موضوع العصير جه ازاي؟ عصير ايه اللي حضرتك؟ حط له المادة المخدرة أو السم في العصير. مفيش عصير، مفيش مادة مخدرة في عصير ولا في عصير أصلا. خطيب أختك الأولاني اسمه إيه؟ شوي جاب لك إيه؟ مشوي ما جابليش. انا ماما كانت بتقابله عند مستشفى النصر، ماشي. انا عرفت الموضوع ده بعد في التحقيقات. ماما كانت بتقابله، قابلته مرة جاب لها بقى برشامات وقال لها حط البرشام ده في عصير مانجا عشان ما يبانش. علي صوتك شوية. قال لماما حط البرشام ده في عصير مانجا عشان ما يبانش طعمه ويعمل مفعول. بس انا كنت راجع من الشغل. أول مرة؟ لا دي مش اول مرة، دي المرة اللي هما نفذوا فيها. تمام. برجع من الشغل الاقي بابا نايم نومة مش عادية. ماما اتفقت مع مين؟ ما اتفقت مع سمير. علي صوتك شوية. اتفقت مع سمير. سمير. اه. أساس نعمل إيه سمير؟ ان هو اللي هو يجيب واحد يقتل. وأنت كنت عارف الكلام ده؟ انا كنت عارف. تمام. بس انا قلت لماما ماليش دعوة بالموضوع ده. طب ليه ما قلتليش لا يا ماما ده بابا اللي ربانا؟ ما انا حاولت اوقفها واقول لها لا ومنعتها قبل كده. بس كده يعني كان في مرة قبل كده كان في نية لكده. اه.
بس هو وقفتها. بس قلت لها أما حرام عليكي، مش معنى انت مديونة انت تقتليه. متهمين انتوا الثلاثه، انت وبناتك الاثنين وخطيب بنتك وابنك متهمين بقتل الزوج. ماشي، ربنا موجود وربنا يظهر الحقيقة. بس مقدرش اقول اكتر من كده. انت عارفه ان الاشخاص التانيين اعترفوا بالكلام ده؟ لا معرفش. هم ليه قالوا ان انت هيك مدبره الموضوع؟ انا ما دبرتش حاجة. احكي لي اتفقت معاك بعتت لك ازاي؟ واتفقتوا على ايه؟ وايه الخطوات اللي عملتوها مع بعض؟ هي اتفقت معايا ان هي عايزة تخلص من جوزها، اشوف لي حد، وانا ما سألتش فيها مرة واتنين وتلاتة. كانت بتجيلي مكان الشغل وكده بيجيلك فين؟ مكان الشغل شغلك كان فين؟ في وسط البلد. كانت بتجيلي وتقول لي شوف ناس، عشان كده مش هينفع ان هو يقعد اكتر من كده. هو كده خلاص، انا بايع بداية الدهب ب80,000 جنيه، هو لو عرف ان انا بعته هيموتني انا وهيقتلني انا انا كده عليا 120,000 جنيه، لسه الناس سديت 80,000 جنيه ولسه عليا 120,000 جنيه. الناس جات لك عايزه منك ايه؟ عايز ان انا اجيب حد يخلص على جوزها. هي حضرت كام الاول؟ 18,000 جنيه بس، حضرت 10,000 جنيه. قلت لها لسه الناس عايزة فلوس تاني وكده، راحت بقى عن الدهب ب8,000 جنيه، كان آخر الدهب اللي معايا تاني. اديتكم 18,000. بدأتوا الشهر ازاي وخططتوا ازاي مع بعض؟ خططناش، طلعنا على طول هي عارفة انتوا طالعين طبعا. هي قالت لي إن هم مبنجينه. طلعت لقيتهم متكتفين كلهم. مين بقى اللي بلغوه؟ هم واخواته. انت موجودة فين وقت القتل؟ كنت مع الولاد بره. معاهم فين؟ كنت معاهم في الصالة بره، برضه متكتفة ومحطوط بلاستر على بقي. كان كام واحد في الشقة؟ هم دخلوا عليكم؟ محمد ومعاه واحد تاني. محمد، وانت كنت موجودة انت وابنك وبنتك وجوز بنتك، مظبوط؟ ها؟ لا ما كانش موجود. مش موجود، عندك كنتوا 4 موجودين. مم. انت وبناتك وابنك. مم. طب هل محمد اللي معاه البندقية الروسي هيقدر يضرب بالنار ويقول الشخص التاني؟ انت قلت محمد ومعاه واحد، كانوا 2، قلت كانوا 2، يبقى واحد يقدر يكتفكم انتوا ال4؟ لما واحد معاه بندقية واقف علينا. واقف علينا. كتفك ازاي حضرتك؟ ايدي ورا ظهري وفي بلاستر على بقي. ماما قالت لك ايه؟ قالت لي خد الحاجات اللي هو بتاع البلاستيك اللي هو بيقفل ده. ايوه قالت لي القفيز. قالت لي خده وقفل علينا واقعد هنا. قلت لها يا ماما، قالت لي عشان هم لما يطلعوا ما يتمسكوش. بس عشان يبان لي جريمه. سرقه. انا هحط لكم شنطة التليفونات على السفرة، وهقلب ضرفتين دولاب عشان تقولوا ان الدهب ناس سرقته وفلوس، والقضية تبقى بعيدة عنكم انتوا خالص، وانتوا مالكوش دعوة بأي حاجة، وانا راسمة كل حاجة مظبوطة، انتوا مالكوش دعوة، هتطلعوا بس تعملوا كده كده ومالكوش دعوة بأي حاجة. عندي 14 سنة، تالتة إعدادي. طب انت اللي سمعتيه ده رأيك فيه ايه؟ أنا ما كنتش أعرف أي حاجة، أنا كل اللي أنا عرفته إن أنا صحيت لقيت حد بيحط لي لزقة على بقي وكتفني، بعد كده سمعت طرقتين نار والباب اتقفل وراه. بس إن أنا موجودة هنا ويتهموا أمي بقتل أبويا إزاي؟ قولي بقى. سيلفانا بتقول ان هي ما كتفت وناس دخلوا عليها كتفوها ما تعرفهمش. كتف اخوها، وكتف امها اخوها، وكتف هو، وكتف اختها التانية هو اخوها. احنا لما طلعنا ما كتفناش غير مكسيموس بس، ولقيناهم كلهم متكتفين. حصل؟ حصل. ما تكدبش يا مكسيموس. حصل كتفت ماما واخواتك؟ حطينا هنا وقفل علينا بس. البنت الصغيرة كان لها دور؟ البنت الصغيرة بنتي الصغيرة أكتر واحدة كنت بحس إن هي بتخاف على أبوها. كانت لما بتجيلي الشغل كانت بتيجي هي وعيالها بتتكلم معايا في الموضوع ده. الشغل انت شغال ايه؟ كنت واقف في كشك في وسط البلد. عرفتك ايه بجرامك؟ كويسة. طب في حد من الجيران شاهد عليكي؟ شاهد عليا ازاي؟ انك قتلتي جوزك؟ لا معرفش، هما سألوا، هي المباحث سألت الشارع كله.
انتقلت كاميرات برنامج صوت الناس إلى المنطقة أو السكن القتيل والشقة اللي كانوا عايشين فيها. وطبعا احنا جينا هنا سألنا فعلا المنطقة وسألنا الناس وسألنا أهل المنطقة على الشخص اللي الست بتاعته كانت بتتهم إنه بخيل، وطبعا ابنه قال إن ما كانش ابنه اعترف بكل حاجة. أنت ستة كده ادينا فكرة عن الراجل وعن شخصيته وعن الموضوع اللي أنت سمعته في الحتة، كان بيدور إيه؟ والله هو كل اللي اقدر اقوله لحضرتك ما كانش بخيل ولا حاجه، ده كان محترم جدا واصيل، وكان يعني بيجي من محلات الشرقيه محمل بالاكياس يمكن اكتر من 20 كيس. كان بصراحه يعني راجل محترم وبيصرف كتير جدا وما كانش بخيل خالص. هل يا استاذ ايمن انتوا صدمتوا او فوجئتوا ان بعد تحقيقات النيابه وتحقيقات الشرطه صدمتوا او فوجئتوا بان الست زوجته هي اللي كانت العنصر الاساسي في مدبر القتل الجريمه؟ والله احنا لما عرفنا بعد كده، عرفنا بعديها بحوالي 10 ايام او 8 ايام من الجورنان ومن بعض المصادر، بس دي فعلا صدمنا. من أهم بنود خطة البحث كان فحص خلافات المجني عليه وفحص خلافاته وعلاقاته، وأما إذا كان فيها بعض الخلافات ترقى لارتكاب الحادث. طبعا بتكثيف الجهود في منطقة الحادث وسؤال الجيران الملاصقين والجيران اللي في الشارع والمشاهدات اللي تمت للجناه وقت الحادث، قدرنا نتوصل لمشاهدة للزوجة مع أحد الجناه صباح يوم الحادث. وستك وقتها ما كانش معروف انه جاي؟ ما كانش معروف خالص يعني. دي كانت أحد المعلومات اللي في خلال في تنفيذ خطة البحث يعني. في نفس بالإضافة للمعلومة دي كان في بالنسبة للست الزوجة برضو بعض النقط ما كانتش واضحة، ولما تتواجه بيها بتبررها مش صح، يعني بتبررها بطريقة بتزود الشك فيها. يعني هي كانت اكتشفنا ان هي كانت مدانة بمبلغ كبير، مبلغ مالي كبير. كانت اكتشفنا برضو من ضمن البحث ان اصلا ما فيش ذهب، برضو من ضمن تواصل من خلال خطة البحث ومن خلال السير في اجراءات البحث ان هي مديونة اكثر من شخص بمبالغ مالية مختلفة قد تصل لحوالي 150,000 جنيه. فما كانش طبيعي وما كانش ظاهر، وهي ما قالتش كده. علاقتهم بخطيب بنتها اللي اسمه سمير، هي كانت بتقول في الاول بتنكر خالص ان هو كان يعني على قد ان هو بس يعرفه، يعني يا دوبك بيجي لهم مره او اتنين، لكن اتضح من الفحص ان هي كانوا على علاقه بيه كبيره وكانوا بيخرجوا مع بعض، والكلام ده دون علم الزوج. يعني على طول كانت يعني. فطبعا الطبيعي ان هو طالما الزوج مش عارف يبقى اكيد في حاجه مش مظبوطه. المهم حضرتك احنا يعني برضو كان في من ضمن الحاجات المهمه جدا ان الزوج نفسه كان في برضو محاوله لقتله قبل كده شهر 12 اللي فات، وهو متوجه لعمله بمحطه كهرباء شبرا الخيمه. في 2 بدراجه بخاريه ضربوا عليه نار، او ما اصيب في قدمه لكن هو ما حصلوش حاجه. وطبعا كان في الوقت ده هي خلاص مش، او هم نفسهم اعتقدوا ان هو كانت محاوله سرقه عربيه او كده يعني. طبعا ابتدينا نتكثف التحريات حوالين اصدقاء نجلة المجني عليه ومعرفة، وان في برضو كان في احد الاشخاص تاني اتقدم لخطبتها، والوالد المجني عليه فندم كان في بشوي وفي سمير. بشوي ده كان متقدم في الاول والمجني عليه رفضه. دول متهمين في القضيه برضو، او في القضيه دول متهمين برضو. المهم حضرتك ان احنا في يعني اما قدرنا نتواصل طبعا للمشاهده اللي كانت احد الاشخاص مع الزوجه وواجهناها بيها، انكرت في الاول وبعد كده اعترفت قالت ده كان معايا. المهم وقالت برضو ان اللي كان معايا ده بشوي وده كان متقدم لخطبه بنتي. استدعينا بشوي ما كانش موجود لغايه ما جه، كان مش عارف كان في البحيره حاجه زي كده. جه بشوي واجهناه
بالمعلومات، وان كان ليه هو نفسه مشاهده مع ابن المجني عليه على احد المقاهي يوم الحادث برضه. بشو ده حضرتك اعترف بالموضوع وقال ان هو بشو ده اللي هو كان متقدم لخطبه بنتها وكان المجني عليه رافض. سيادتك هل كان ليه دور في الجريمه بشوي؟ ما انا اقول لحضرتك ان هو يعني هي عرضت عليه انه يتخلص منه. الزوجه عرضت على بشوي انه يتخلص من زوجها، هي مسيطره على اولادها سيطره تامه. هي طبعا عندها 3 ولاد، يعني 2 في جامعه وواحده في ثالثه اعدادي، بنت في ثالثه اعدادي. فوصلت البنتين والولد انهم يوافقوا على انهم يموتوا ابوهم من سيطرتها عليهم يعني. المهم حضرتك ان هو طبعا يعني هي اقنعتهم بايه؟ باسلوب ان هو لو عرف ان انا مديونه هيموتني، ولو فضلت كده وهو عايش انا هتسجن. فاقنعت الولاد طبعا. الكلام ده من حوالي مثلا فتره، وهي اقنعت الولاد من يجي 4 شهور مثلا قبل الحادثه ان لازم تموته، مفيش حل. وهي على فكره حاولت اكتر من مره انها كده، يعني كان في محاولتين قبل كده لقتل الزوج وما ماتش. منها المحاوله اللي بقول لحضرتك عليها اللي هي بتاعت عند كليه الزراعه، اللي هي كانت هو كان راكب عربيته ده كان فيها المتهم اللي هو اسمه سمير اللي هو قاتل المره دي، ده برضه هو اللي كان موجود في المره الاولانيه. طبعا هي كانت مع الشماعه عشان لما يموت هو يتجوز البنت او هو يعني. يوم الحادثه بقى حضرتك اتفق الزوجه اتفقت مع سمير اللي هو خطيب بنتها، او هو اللي هو يعني المجني عليه رافض. اتفق معاه ان هو هيجيب حد معاه وهم يخشوا يتفقوا معاه يعملوا الايه الموضوع اللي هو البلاغ اللي احنا شفناه. هم كتفوا نفسهم، ما كانش مش متكتف بس ولا متكمم غير ماكسيموس. انتظروا والابن يا فندم الاكبر انتظروا لغايه ما طلع الاثنين اللي هو سمير وبوجي. لما طلعوا الاثنين سمير كتف ماكسيموس وكممه تاني على البلاستر على بقه، ودخل هو الاخ اللي معاه بوجي ده دخل خلص على المجني عليه، ضربه طلقتين واديته حوالي 4 موبايلات تقريبا في شنطه، على اساس ان هم بقى يعني سرقوا وخدوا الموبايلات بالظبط كده. وبعد كده نزلوا الجناه فروا هاربين. هي طبعا هي لما واجهناها بالكلام ده كله هي اعترفت اعتراف تفصيلي امامنا وفي النيابه العامه، اعتراف كامل، وسردت كل الوقائع والاسباب ايه اللي دفعتها لكده والكلام ده كله، وقالت انها كنت متفقه طبعا مع باقي الجناه كلهم، وان ولادها كلهم كانوا عارفين الواقع تماما وكان عندهم علم. نفسي أشوف الشمس واحكي لها، قلبي وحيد والرعشة حيشاني، اللي خلى الضلمة طالعها. اتفق مع ماما على 100,000 جنيه. ده عشان ايه؟ انت كنت عارف ان هياخد على ايده كل حاجه، كان بيبقى واقف وموجود فيها، كلهم كانوا عارفين كل حاجه. ازاي تعود لي أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. زي ما شفنا هذه الجريمة البشعة لأنها داخل أسرة واحدة، مهما تكن الظروف ومهما تكن الأحوال
فالمفروض ان رباط الدم بيربط ما بين الاب والاولاد وما بين الاب والام، يعني الى هذه الدرجه بتصل الوحشيه ببعض الناس، والشيطان بيلعب بعقول الناس ان هو يصل بمرحله ان الاولاد يشاركوا في جريمه بشعه لقتل الزوج او لقتل الاب بالاشتراك مع الام والام، الى مهما تكن الظروف. يعني المفروض ان يبقى في مصارحه، يبقى في كلام، انما ما ينفعش الكلام ده ان الواحد ده مع مراته ومع اولاده يعني وقاعد في البيت. إذا لم يأمن الإنسان على نفسه داخل منزله فأين يأمن؟ محمد يعني أنا قاعد هنا وبتفرج على الموقف وبشوف وأنا قاعد وأعصابي مشدودة جدا، ويعني موقف لا يعقل. إلى هذه الدرجة بتصل الوحشية وتسلط الشيطان على الإنسان. كيف يعني؟ أنا عاوز أعرف شعورك وأنت جوه الحالة دي وأنت بتعيشها بقى في البيت وفي الاسم ومع الأولاد ومع الزوجة. والله يا أستاذ جمال في الحقيقة واحنا بنصور الحالة دي في الاسم أنا توقفت عن التصوير أكتر من مرة. مشاعر حضرتك لما تكون متواجد في القضية نفسها كانت مشاعر صعبة جدا. عقوق الأولاد البنتين والولد، عقوق والدين، يعني أنت بتسعى لقتل أبوك، وجحود الزوجة، جحود الزوجة يا أستاذ جمال، وإصرارك على قتله 4 مرات. أول مرة حضرتك سلطوا أجروا عليه ناس ضربوا بالنار، المرة الثانية حطوا له سم في العصير وما عملش معاه حاجه، المره الثالثه ابنه ماكسيموس ده اداله حقنه هواء، ولكن هو ما كانش فاهم كويس، ما ادالوش في الوريد، اداها له عضل، فلذلك ما عملش معاه حاجه. المره الرابعه حضرتك اجرت ناس ودفعت لهم فلوس عشان يطلعوا يموتوه في سريره. جحود زوجه، عقوق الابناء لابوهم. راجل كبر وربى وعلم وصرف. ماكسيموس ده عنده 20 سنه، بنته دي في جامعه خاصه بتدفع 10000 في الشهر. طب راجل اكتر من كده بيقول بتسوق ببخل ايه؟ ولكن يا استاذ جمال من هنا من برنامج صوت الناس، انا يعني شخصيا وبرنامج صوت الناس بنوجه الشكر، شكر واجب لرجال مباحث القليوبيه، تحديدا رجال مباحث اسم اول شبه الخيمه، على راسهم الاول بنشكر السيد اللواء محمود يسري مدير امن القليوبيه على يقظه راجل المباحث في ضبط الجريمه في مده هي تعبوا فيها انا عارف 10 ايام، ولكن راجل المباحث كان يقظ. فبنشكر السيد اللواء محمود يسري مساعد وزير الداخليه ومدير امن القليوبيه على يقظه رجال المباحث، وبنشكر السيد اللواء عرفه حمزه مدير المباحث، والسيد جمال الدغيدي رئيس فرع البحث الجنائي بشبه الخيمه، والسيد احمد محسن رئيس مباحث اسم اول شبه الخيمه. وبنشكر جميع رجال الداخليه. ومن هنا من برنامج صوت الناس بنقول يا جماعه الشرطه بتتعافى، وان شاء الله الشرطه راجعه اقوى من الاول، لان حضرتك الجريمه دي كانت صعبه جدا وخدت من راجل مباحث موجود غير عادي. يا جماعه بس خلينا ناكد برضه على الداخليه يا استاذ جمال، انا عايز اوضح برضه للساده المشاهدين ان الداخليه بتقوم بدور كبير جدا الفتره الحاليه، ولكن مش كل شيء الداخليه بتضبطه او بتقوم بيه بتعلنه لسريه المعلومه، ولكن الداخليه ان شاء الله وده اللي خلينا اتكلم واحنا كمواطنين محمد واحنا كمواطنين عايزين حضرتك نبشر برضه ان عندنا اكتر من جريمه تم ضبطها برضه، وان في الحلقه القادمه هيكون عندنا جريمه قويه جدا ومش هنتكلم عنها، هنشوفها الاسبوع الجاي ان شاء الله. احنا حضرتك بس هندي تنويه بسيط عنها، لكن في الاخر خلينا برضو ناكد على اهميه ودور رجال الشرطه زي ما انت بتقول بالفعل، ويقظه رجال الشرطه، وان عليهم ضغوط كثيره في حفظ الامن الداخلي والخارجي، واحنا معاهم ان شاء الله. في الحقيقه يا استاذ جمال الشارع القليوبي بينقل كل تحياته وكل شكره وتقديره لقيادات الداخليه بالقليوبيه، ان في الحقيقه الناس دي بتقوم مجهود غير عادي، وده مش كلام عشان نقول في التلفزيون ولا حاجه، ده حضرتك انا الناس دي نزلت معاهم مداهمات، ويمكن السيد اللواء محمود يسري الحلقه اللي فاتت نوه عن ضبطيات الداخليه في اسبوع وفي 10 ايام، وشفنا شغل احكام، ضابطين اسلحه، ضابطين ناس هاربين عن القانون، شغل غير عادي. تحيه لرجال الشرطه، تحيه لرجال المباحث بشبه الخيمه، تحيه للسيد رئيس مباحث اسم اول شبه الخيمه، والسيد جمال الدغيدي رئيس فرع البحث الجنائي بشبه الخيمه. مشاهدينا الكرام، يعني احنا عندنا فقرات كثيره هنقدمها من خلال هذه الحلقه، لكن بنقول دايما ان صوت الناس موجود في كل مكان، في المناطق العشوائيه، في اسطبل عنتر، في دار السلام، وفي الدويقه، وفي عزبه حرب، وفي اماكن كثيره جدا، وايضا موجود في الشارع المصري. احنا برضو بيهمنا ان احنا نعرف شكل الشارع. فقره الاتوبيس اللي احنا بنشوفها دايما كل حلقه
هنشوف فقرة من داخل الأتوبيس ومشاعر الناس وشعورها بالأيام الحالية والأيام القادمة وأوجاعهم وإزاي نحل هذه المشاكل. عاوزين نقول برضو أن في الحلقة القادمة إن شاء الله هيكون عندنا فقرة مهمة جدا في عزبة الفيشاوي في اليوب عشان نشوف إيه مشاكل العزبة، لأن جالنا منها أكثر من خطاب وأكثر من اتصال تليفوني. عزبة الفيشاوي بأليوب بقول لهم ما تقلقوش، احنا هنجي لكم بكاميرا صوت الناس، هننزل نصور مشاكلكم صرف صحي وكهرباء ومياه واي مشكله لدى اي قريه او اي مدينه في مصر، نحن من خلال صوت الناس هنغطيها ان شاء الله. نشوف فقره الاتوبيس يا محمد. اتفضل يا فندم. ونشوف شعور الناس وراي الناس وهم داخل الاتوبيس. السلام عليكم. تعرف بسيادتك؟ سامي عبد المسيح، سواق في هيئة النقل العام ومتزوج وليا شابين، واحد في تمريض شرطة وواحد في كلية حقوق حلوان. ربنا يعينك وربنا يوفقك. اسمح لي نعمل جولة في الأتوبيس كده مع المواطنين. اتفضل يا باشا اتفضل. بتفكر في ايه شغلك دلوقتي؟ انا شايفك قاعد سرحان. لا اللي شغلنا والله حل البلد كده، ونتمنى ان كل الامور تستقر كده، ونتمنى ان احنا ننجز الانتخابات الرئاسيه بعون الله كده وبمنتهى السلاسه وبمنتهى المرونه، ويبقى لنا رئيس محترم كده يقود مصر في الفتره القادمه، ونتمنى الاستقرار والامن، لان ده الشعب المصري كله عايزه. انا متهيألي بنسبه 90% من الشعب المصري محتاج ده، وعارف مين الرئيس اللي هو هيختاره علشان يحقق له كل الاستقرار. الفتره الجايه الشعب المصري زهق من الفوضى وزهق من التهريج طوال 3 سنوات، ويحتاج الى قدر من الامن والاستقرار، لان الشعب المصري مش بطبيعته ان هو يضرب ويعتصم ويتظاهر. الشعب المصري شعب اسري، شعب عايز اسرته اهم حاجه بالنسبه له، يلاقي لقمه تعيش. هو ده التفكير الاعم بالنسبه للشعب المصري. بسيادتك؟ وجدي مدير عام بمحافظه القاهره. مدير عام بمحافظه القاهره وحاليا بالمعاش. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. شايف سيادتك كده مبتسم ما شاء الله عليك. بس يعني هقول لك انا حاجه، يعني دلوقتي هيئه النقل العام اللي انت راكب فيها دلوقتي، هيئه النقل العام مفيش اتوبيس بيروح مدينه السلام، وزي ما انت شايف كده الناس قاعده بالثلاث 4 ساعات وال5 ساعات رغم الحوافز اللي بياخدوهم وكلام من ده والحاجات ديت، لكن مفيش. تسال المفتش بتاع المحطه يقول لك ما اعرفش الطريق اصله زحمه، هو بيعمل فرده. ال 105 ده بيعمل فرده. اتوبيس النقل الجماعي كان كويس زمان، دلوقتي مفيش نقل جماعي بيخش. سيادتك بتطالب النقل الجماعي يخش مدينه السلام، والمحافظ نفسه ما يتدخل. زي بقى في العشوائيات بقى بتوع الاحياء بيبنوا في المساحات الفاضيه، يعني اي واحد. العشوائيات ده موضوع تاني خالص، لنا ليه حلقه كبيره مع العشوائيات. يعني مثلا بلوك فاضي، طب في مكان بينه مسافه فاضيه، تلاقي السكان تحفر وترمي اساس وتبني بلوك جنب البلوك. فين رئيس الحي؟ شغل عشوائي. فين رئيس الحي؟ بلوك بيبني بلوك جنب البلوك على ارض الدوله. المهندس يقول لك انا عملت المحضر وجنحه، والراجل والمخالف يقول لك انا هدفع الغرامه والصالح ويبقى كسبت شقه من الهوا. طب فين المحافظ؟ فين المحليات؟ طب الاحياء. انا بس بدعو رؤساء الاحياء ينزلوا الشارع ويشوفوا المشاكل بنفسهم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تعرف عليك؟ خالد درويش ابراهيم من حدائق. شايفك قاعد سرحان كده يا خالد، بتفكر في ايه؟ افكر في ربنا الاول، ثم انا لسه جاي من المحافظه وكان في بيت وقع علينا وعيالي ماتوا من لا حاسب بتقول ايه؟ بيت ايه؟ منزل انهار علينا وعيالي ماتوا، اللي هي يعني انا كنت بالصدفه انا كنت رايح الاذاعه والتلفزيون. معايا بتقول بيت وقع عليكم فين؟ في حدائق القبه، في الويل الكبير حدائق القبه. ده بقى له قد ايه الكلام ده؟ من 2008. 2008. طب انت ايه مشاكلك دلوقتي؟ المشاكل اللي انا قاعد في شقه دلوقتي في اول دور والسقف عمال يقع علينا، وعايز اخد شقه ومفيش، يعني الناس خدت شقه وانا ما خدتش الشقه ولا خدت اي حاجه ولا سالوا فيا، وانا اللي متضرر في المشوار دوت. انت عندك ايه؟ 2 ماتوا ولاد الكبار، كان 8 سنين و7 سنين. ماتوا فين؟
البيت وقع عليهم وماتوا، وانا ساعتها رحت المستشفى، والناس الجيران خدوا اللي هو البيت اللي وقع خدوا الشقق وانا ما خدتش حاجه. المحافظه عملت معاك ايه؟ المحافظه ما عملتش اي حاجه، ولسه جاي من المحافظه دلوقتي. ما فيش اي حاجه، حاولت اقابل المحافظ ما رضوش يدخلوني، رحت الاسكان بقى يبعتوني الحي، ومن الحي للاسكان، اخر ما زهقت قلت اطلع على الاذاعه والتلفزيون بالصدفه كده والله. فبرضه رحت الاذاعه والتلفزيون وقال لي طب اكتب شكوى، فانا ما بعرفش اكتب على قد يعني، فقلت خلاص بقى انا هروح الويلي حدائق القبه عندنا واشوف اي حد يكتبها لي وابعتها. عارف احنا برنامج صوت الناس، وبنقول صوتك للساده المسؤولين والسيد نائب المحافظ، انك انت بتقول بيتك وقع من 2008 وعندك ولدين ماتوا، ولادك ماتوا في البيت، وحتى الان لم تحصل على سكن. اي حاجه يا سيادتك، ومحدش سال فيا والله. انا لسه جاي من المحافظه دلوقتي، انا كنت هولع في نفسي زي من اليأس بقى هناك. اللي انا ليه؟ ما انا حضرتك انا قاعد في شقه في اول دور، والشقه مليانه رطوبه، وعندي بنت تعبانه عندها القلب، عندها سنه و8 اشهر، والسقف بيقع علينا، وممكن حضرتك حد يجي يشوفها. ما بعرفش انام والله، ولا عارف اشتغل، وانا راجل على قدي، والسقف بيقع علينا، واي حد يجي يبص عليها. بتطلب ايه المسؤولين اللي بيسمعونا؟ انا بطلب من المحافظ سياده المشير السيسي يشوف لي اي حاجه احسن، انا خايف على عيالي التانيه. خلينا في المحافظ اللي تبع، انت محافظه القاهره. طبعا محافظه القاهره. وانا ايه تحديدا؟ حاليا اللي انا قاعد فيه 10 شارع عبد الحميد محمود هلال، ترعه الجندي، حدائق القبه. البيت اللي واقع عليه وولادك ماتوا فيه فين؟ ده كنت قاعد مع والدتي في الويل القديم. واحد حاره علي سرور. بنضم صوتنا لصوت خالد درويش، والناشد السيد نائب محافظ القاهره، نتبنى شكوته ان الراجل صدفه والله مقابلينه، وبيقول عنده ان بيته انهار عليه وعلى اولاده في 2008 ولم يحصلوا على شقه زي بقيه السكان، وعنده ولدين ماتوا في البيت اثر هبوط البيت. بنناشد السيد نائب محافظ القاهره ان نتبنى شكوى خالد. صوت الناس رساله. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. زي ما شفنا في فقره الاتوبيس بالصدفه خالد درويش راكب ومحمد حسنين موجود بيسال، فطلع انه من 2008 البيت وقع ومات له طفلين. يعني ما الذي يثبت اكتر من ان 2 طفلين ماتوا في البيت عشان يبقى صاحب حق ونديله حق؟ يعني طفلين ماتوا ولاده وما خدش لغايه دلوقتي تعويض او ما خدش حقه، وده مواطن مصري. طب هنعمل ايه اكتر من كده؟ طب فين محافظ القاهره؟ يعني وفين الناس اللي شغالين في المحافظه؟ فين ال3.5 مليون موظف ومهندس وعامل بيشتغلوا في الاحياء والمدن والمراكز؟ اين انتم من مشاكل الناس يا جماعه؟ اشتغلوا شويه عشان تتحل. مش ممكن الراجل بيخاطب المشير السيسي وبيخاطب رئيس الجمهوريه وبيخاطب المحافظين، ودول مش مسؤوليتهم يا جماعه ان هم يحلوا مشاكل الناس دي، هم مسؤوليتهم هم يخططوا واحنا اللي ننفذ. احنا التنفيذيين اللي موجودين في المحافظه المفروض بدل ما اروح المحافظه وامضي وامشي وادور على مصلحتي واحل مشاكلي، لا انا احل مشاكل الناس. دي رساله، ده انت صاحب رساله اللي بتشتغل في المحافظه. يعني ما تسيبش واحد زي دوت من 2008 بيسعى. العشوائيات برضو نفس المشكله. ما العشوائيات ناتجه عن ايه؟ ان في المحافظه ما بيشتغلوش. احنا بنقول لهم اشتغلوا يا جماعه رأفة بمصر، يعني حسوا بالبلد، يعني حسوا بمشاكل الناس. محمد، يعني هذا الرجل وغيره انت بتقابلوهم في الشارع. والله يا استاذ جمال انا عايز اقول لسيادتك بالنسبه لخالد درويش في الحقيقه والله كانت صدفه وبسجل معاه صدفه. الراجل ده من 2008 عنده ولدين ماتوا في البيت. في اكتر من كده دليل على انه صاحب حق. وسيادتك دلوقتي ابسط حقوقه ان هو راجل اولاده ماتت في البيت وقع عليه البيت. احنا من هنا سيادتك من خلال برنامج صوت الناس، من كاميرات برنامج صوت الناس، بنخاطب السيد رئيس حي الويلي ان هو تابع لحي الويلي. حدائق القبه، تبع حدائق القبه، رئيس حي حدائق القبه. ما هو الويلي تقريبا. لا، ما هي اسمها الويلي بس موجوده في حدائق القبه. تمام يا فندم. وبنخاطب السيد نائب محافظ القاهره، وبنخاطب السيد محافظ القاهره الدكتور جلال السعيد،
وفي الحقيقه الدكتور جلال السعيد راجل شغال وراجل والسيد الدكتور ايمن سجلنا معاه قبل كده اكتر من مره، وكان عندنا اكتر من حاله انسانيه وديناها له. نائب المحافظ محمد ايمن عبد التواب اللي هو محمد ايمن عبد التواب. فاحنا حضرتك الحاله دي يا ريت البرنامج بيتبنيها، البرنامج صوت الناس بيتبنى حاله خالد درويش، وبنقدمها للسيد نائب المحافظ وبنقدمها للسيد رئيس الحي، ان خالد حالته حاله ملحه ومحتاج ان ولاده 2 ماتوا. اقل تعويض ليه من 2008 بقى له 5 سنين بيجري ولا 6 سنين ومش عارف ياخد حق، يعني كفى له القانون. سبحان الله. وده ابسط حقوق يا فندم، انه يحصل ابسط حقوق مواطن مصري انه يحصل على حقه. طب دار السلام ابنه مات في البيت، 2 ماتوا في البيت. هنروح لدار السلام منطقه عشوائيه برضه. ده دار السلام دي سيادتك ليها قصه كبيره. احنا دار السلام لما سجلنا عشان حضرتك كاميرات التلفزيون صوت الناس تخش دار السلام، احنا سعادتك وقفنا في مدخل قبر دار السلام في الحقيقه، يعني مسافه مش هتيجي 500 متر او 600 متر، وقفنا اكتر من ساعه، ساعه ونص عشان نخش عربيه التلفزيون نخش نصور في دار السلام. مخلفات، اشغالات، يعني حضرتك مخلفات واشغالات، ويعني محل واخد قدام منه 10 متر الشارع عربيه ما بتعديش، مخلفات في نص الشارع في منزل الكوبري، اشغال طريق بطريقه يعني صعبه جدا. فمن خاطب السيد رئيس حي دار السلام، يا جماعه انزلوا المكاتب مش هتضيع. دي تبع دار السلام والبساتين. دار السلام والبساتين. انزلوا وشوفوا الناس دي، الناس عندهم معاناه غير عاديه. احنا نزلنا يوم واحد علشان نسجل مع اهالي دار السلام، فوجئنا ان الطريق صعب، يعني العربيه يعني اتجاهنا بالعربيه بس صعب، اللي ماشي على رجليه صعب، اشغالات كتيره جدا في شارع دار السلام، في شارع مزرعه البط، يعني حاجه كانت صعبه. حضرتك لو نشوف التقرير هتلاقي مخلفات وهتلاقي زباله وهتلاقي اشغالات، الناس بيعانوا معاناه غير عاديه في دار السلام. نشوف التقرير مشاهدينا الكرام من خلال برنامج صوت الناس، ونشوف التقرير في دار السلام، نعرف ايه اللي بيحصل هناك وان شاء الله يكون في حل. النهارده نزلت كاميرات برنامج صوت الناس تحديدا لمنطقه دار السلام بشارع احمد زكي، منطقه دار السلام. والكاميرا يمكن نقلت لحضراتكم في التقرير السابق طبعا اقوام الزباله والاشغالات في الطريق، وطبعا منزل الكوبري زي ما حضرتك شفتوه في التقرير السابق، يعني حاجه لا تليق بالاستخدام الادمي. والنهارده تحديدا من شارع احمد زكي هناخد برضو آراء المواطنين عشان ننقلها للسيد نائب المحافظ والسيد المحافظ علشان يشوف الناس عايشة ازاي في الشارع، ورؤساء الأحياء المفروض تنزل تشتغل، إن كل ده بيعود على المواطن البسيط بالسلب. انت عارف سيادتك يا حاج؟ أحمد جمال الدين. أهلا وسهلا يا فندم. والله احنا بنشتكي من الزبالة اللي موجودة، لأن دي عبارة عن ميكروبات كلها بتيجي علينا، بخلاف فضلات المصانع وفضلات محلات الجزارة وفضلات الحيوانات بيرموها قدامنا، فالمنطقة كلها ذباب وكلها أمراض. يعني المفروض إن احنا نعيش في مكان نظيف. لو حضرتك تيجي تشوف قد إيه المحلات كلها مليانة ذباب. سيادتك الحي بينزل كل قد إيه يرفع القمامة دي؟ والله مرة يكون منتظم في الأسبوع، يجي مرة وبعدين يقطع 4-5 أيام، والزبالة تتكون بتبقى شكلها مرعب. طب هل مرة في الأسبوع كافي على منطقة كبيرة زي شارع أحمد زكي؟ ده على الأقل مرتين في اليوم.
المشكله هنا يا استاذ مجدي؟ مشكله العربيات. عربيات ايه سيادتك؟ عربيات اللي هي بتنقل الناس ديت، اللي هي الميكروباصات والتوك توك والكلام اللي عامل قلق في قلب البلد، ومش مخلي حتى المنطقه، يعني حتى لو المنطقه الناس ماشيه ما بتعرفش تمشي، بيمشي عكسي وبيمشي براحته جدا ومحدش بيقف بس. نتعرف بيكي يا حاجه؟ كرم ابراهيم محمد. اهلا وسهلا، من سكان المنطقه؟ ان شاء الله. ايه المشكله عندكم هنا؟ المشكله الزباله ملوى الشوارع، مش عارفين نمشي، وبتخنق الاطفال وبتخنق لينا، وبتعمل زحمه في الشوارع اللي رايح شغله ما بيقدرش يوصل بسرعه لان بيتعطل الحركه في الشارع. فاحنا بنطالب ان يعني رئاسه الحي تتفق مع شركات اللي تشيل الزباله، تيجي البيوت تشيل الزباله، ما بقاش حد يجي يشيل الزباله زي الاول. حضرتك تقصدوا ترجعوا تاني شركات اللي بتاخد الزباله من البيوت؟ خاطر هي اللي هتحل المشكله لينا، لان كل بدل ما فيش حد بيجي ياخد زباله بنضطر نخرج نرميها، هنوديها فين؟ انتوا كمواطنين عندكم استعداد لكده؟ طبعا عندنا استعداد، بس نلاقي المنظر حلو في الشوارع. عندنا استعداد ندفع اي مبلغ. كانوا قالوا 5 و10 و7، الناس اختلفت والناس كده، بس بعد المنظر اللي شفناه ده ييجوا ان شاء الله ياخدوا 15. صحيح هم بياخدوا على الايصال، بس دي مش مشكله، احنا بنتضرر، اول ناس يتضروا احنا بالمنظر وعيالنا والمواصلات. ما حدش. هو حضرتك هنا الحي بينزل كل قد ايه بيرفع مخلفات تقريبا؟ هو في الحقيقه هم بينزلوا كل يوم، بس هم ما بيلحقوش على شيل الزباله لان هنا عدد كبير قوي. يعني هم محتاجين يزودوا العماله، يزودوا معدات. مهما يزودوا ومهما جالنا عربيات من تركيا، مهما يزودوا ومهما يعملوا برضو احنا بنخرج الزباله بره، برضو المنظر سيء. هي ما فيش حل غير ان حد يجي ياخد من البيوت. لا تتخصص حضرتك اماكن لوضع القمامه في الجبال فوق. طب انت حضرتك كاحدى سكان دار السلام بتقولي ايه للسيد المحافظ اللي بيشوفنا في البرنامج، والسيد نائب المحافظ والسيد رئيس الحي، بتقولهم ايه وانتم من سكان دار السلام وكلكم بتنقلوا الشكوى للحي والمحافظ؟ بتطلبوا منه ايه لرفع مستوى الحي عندكم؟ بقول له لو سمحت تفضل حضراتكم وشوفوا المنظر احنا عايشين فيه، لو تردوا على نفسكم اردوا علينا. احنا عايزين حل المشكله للزباله دي، مش هيحلها غير الناس تيجي تشيل والنظافه تكون مستمره. يزودوا عدد العمال ساعات بتشتغل وساعات بتقعد، فهم يزودوا العدد ويشيلوا، يجيبوا لنا شركات يتفقوا معاهم التعاقد يجيبوا لنا يشيلوا من البيوت. هم ما يرضوش على نفسهم يعيشوا العيشه اللي احنا عايشينها. ايه المشكله عند سيادتك فين دار السلام؟ حضرتك انا ساكن هنا بقالي اكتر من 15 سنه وبنعاني من العشوائيات والزباله زي ما انت حضرتك شايف بشكل غير مسبق قبل كده، من عند شارع ابو طالب لغايه مدخل المعادي السواقين ماشيين عكسي، الزباله قدام هيئه تعليميه وهيئه دينيه، المسجد مسجد الفاروق ومجمع. انا حضرتك مدرس لغه عربيه ومدرس في المجمع الاولاد ما تعرفش تخش المدارس بسبب الزباله والبلطجه والسواقين، يبقى ماشي عكس يجي هنا ويقول لك اخر الشارع هنا، يبقى مركبك من عند ابو طالب وينزلك هنا قبل البنزينه، قبل المكان اللي احنا فيه ده كده، وتبص تلاقي لف عكسي واخر اهمال وتسيب. فعايزين حضرتك ده كويس انكم انتوا جيتوا هنا دار السلام بامانه، يعني لان في تسيب في كل حاجه، السواقين الباعة. ما احنا بقالنا ساعه ونص على كوبري دار السلام مش عارفين نوصل هنا. 100 سنه برضه حضرتك بيبقى صاحب المحل واخد محل 3 متر وفرش قدامه 7 متر، وانزل حضرتك شارع ابو الوفا، شارع عبد الحميد مكي، شارع صالح عابدين، شارع المشير، كل الشوارع دي نفس المشكله. فعايزين حد حضرتك من المسؤولين وبالناشد رئيس الوزراء يدي لمسه بس لدار السلام، ينزل حضرتك دار السلام في وضح النهار. انت حضرتك كسيده ومثقفه شايفه رئيس مصر القادم ممكن يبقى شكله ايه؟ مواصفاته ايه؟ المواصفات كشخصيه، يكون قيادي، يكون قوي، يكون ايه؟ يكون قيادي ويكون رحيم، يحس بأفقر ناس في البلد، لأن الناس الكبيرة خلاص واخدة حقها، لكن في ناس ضعيفة أوي، ناس تحت المستوى ومعاهم عيال ومعاهم أطفال وناس مش عايشة، في ناس مش عايشة فعلا. يحس بالناس دي الأول، لأن الكبار خلاص هم عايشين ربنا يسهل لهم، لكن هو بس عنده إحساس ويكون قيادة، يكون عادل. لو هو عدل وعارف ان هو راعي والمسؤول عن رعاياه هو ويتقي الله فينا ان شاء الله هيكون افضل واحد مهما كان هو شخصيته. ضم صوتنا لصوت حضرتك وبنقول صوت الناس رساله، صوت الناس رساله الى المسؤولين في مصر. دي احوال سكان دار السلام ودي مشاكلهم ودي اوجاعهم اللي بيحسين بيها، فاحنا بنطالب وبنضم صوتنا لصوت حضراتهم، بنضم صوتنا لصوت الساده المواطنين، لمحافظ القاهره والسيد نائب المحافظ والسيد رئيس الحي. يا جماعة المكاتب مش هتضيع منكم، انزلوا الشوارع،
شوفوا اوجاع الناس وشوفوا مشاكل الناس. الناس بتمر بظروف صعبه على الطبيعه. صوت الناس رساله الى المسؤولين في مصر. زي ما شفنا الفقرة دي مشاهدينا الكرام، طبعا هي فقرة من منطقة دار السلام وتبع حي دار السلام والبساتين. يعني رؤساء الأحياء يعني عليهم مجهود وعبء ضخم أنا عارف، لكن وجود رئيس الحي في الشارع بيخلي الشارع زي الفل. ورئيس الوزراء الحالي في كل مكان. احنا ليه ما ناخدوش قدوة ونبقى زيه وننزل في الشوارع ونحاول نحل مشاكل الناس ونساعد الناس على حل مشاكلهم، بدلا ما احنا نبقى قاعدين في مكاتبنا ما بنعملش حاجة. يا ريت هذه الصورة تتكرر في أماكن كثيرة كما يقوم السيد رئيس الوزراء الدكتور المهندس إبراهيم محلب بالنزول بشخصه في كل مكان. احنا لازم ننزل في كل مكان ونحل هذه المشاكل. محمد، يعني طبعا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. احنا عاوزين هذه الصورة تنقل للمحافظ، فاحنا لازم نروح له بيها. الصورة دي سيادتك احنا خاطبنا فيها السيد رئيس الحي والسيد نائب المحافظ، وبنخاطب فيها السيد دكتور جلال السعيد، ان دول ناس تعداد سكان مصر حقهم يلاقوا رعاية من الحكومة المصرية. في الحقيقة احنا كنا لو كان في لقاء للسيد المهندس ابراهيم محلب وقال يا جماعة اللي مش هيشتغل يروح، اللي مش عندوش استعداد يشتغل وينزل الشارع ويؤدي الدور. ما بقاش دلوقتي يا جماعة، ما بقاش المنصب او بقاش دلوقتي ما بقاش منصب ترفيهي او منصب فخامة، لا ده منصب انتاجي. يعني تنتج في مكانك، مش تنتج ادي فرصة لغيرك يطلع. ان الناس فعلا الناس في الشارع بتعاني. فبنخاطب الساده رؤساء الاحياء والساده نواب المحافظين، يعني الناس دول حقهم ابسط حقوق المواطن ان يلاقي رعايه محترمه في الشارع. نعم. بس جمال سيادتك قبل ما الحلقه الجايه ان شاء الله مشاهدينا الكرام بنوعدكم بمجموعه مختلفه ومتنوعه من الفقرات. هيكون فيها فقره ايضا عن احباط عمليه خطف احد رجال الاعمال، وكانت الفديه كام؟ كانت $2 مليون. هو سيادتك احنا طبعا احنا بننوع عن الفقره دي ان شاء الله. تكون معانا في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. كل حلقه يا جماعه هيكون معانا برنامج صوت الناس فقره امنيه، ان لابد ان المواطن يحس بالامن في البلد. فاحنا ان شاء الله الفتره الجايه الحلقه اللي جايه معانا فقره امنيه. الفقره اللي جايه ان شاء الله في الحلقه اللي جايه خطف ابن راجل اعمال وطلبوا فديه $2.5 مليون. $2.5 مليون. وحضروا فعلا الفلوس. راجل الاعمال حضر فلوس، ولكن يقظه رجل الشرطه سجلنا تحديدا في اسم تاني شبه الخيمه. احنا مش عاوزين نقول كل التفاصيل، خليها بقى الحلقه الجايه بقى. ان شاء الله في الحلقه الجايه معانا قضيه اختطاف من اسم تاني شبه الخيمه. ان شاء الله انتظرونا وتشوفوها الحلقه القادمه ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، نحييكم من برنامج صوت الناس، وبننتظر اي اتصالات تليفونيه واي رسائل لحل مشاكل المواطنين على قدر ما نستطيع. ان احنا بنصل بالصوره الحقيقيه للواقع اللي بنشوفه في أي مكان للمسؤول في مكانه، وبنقول له يا ريت نقدر نحل هذه المشاكل، والناس عندها استعداد ان هي تساعد أيضا. بنشكركم في نهاية هذه الحلقة. بشكر زميلي محمد حسين، شكرا على وجودك معنا، ونشكر فريق العمل اللي بذل هذا المجهود لتصوير هذه الفقرات، ونشكركم وإلى لقاء قادم إن شاء الله حلقة جديدة. وشكرا محمد على وجودك معنا. شكرا يا زميلي، شكرا يا فندم، شكرا للسادة المشاهدين. شكرا وإلى لقاء قادم إن شاء الله.